داكشي اللي غادي يأدي به الكفاره جابوا واحد السيد صدقه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لي يا رسول الله واحد الصدقه يعني وزعها. جاب ليه مكتل ديال التمر، هو واحد الوعاء يصنع من جريد النخل، وهذا الوعاء يسع في حمولته 60 مدا، 15 صاع، وكل صاع في 4 أمداد، يعني 60 مد ديال التمر. فقال له خذ هذا يعني تصدق به. قال لي هاك هذا العرق هذا وراه هو الكفاره ديالك. هنا كنستفدوا الفقهاء واحد الفائده، ان الكفاره لا تسقط بالاعسار. يعني الى الانسان ما عندوش الاستطاعه باش غادي يخرج الكفاره، ماشي معنى سقطت عليه، وانما تبقى في ذمته حتى وكان يتيسر له. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هذا الرجل انني معسر، ما قالش لي صافي راه سقط عليك ولا صافي سير راه سمح لك الله تعالى ولا هذا، لا، بل سكت عنه. واللي غادي يبين انه لم تسقط عنه بالاعسار، انه ملي جات يعني الطريقه باش غادي يؤدي الرجل كفارته، قال لي هاك ما تكفر به عن نفسك.